ما جاش في بالك قبل كده هي الفشارية بتفرقع ازاي؟ طبعا حباية الذرة بتبقى من جواها فيها مية، وبالتالي مع ارتفاع درجة الحرارة فإن الضغط بيزيد جواها وبعد كده بتفرقع. وبالنسبة بقى للفشار فهو قليل السعرات، خالي من الكوليسترول، وكمان بيحسس بالشبع، وده بيخليه مناسب ان في ناس تدخله في الرجيم بتاعها، بس لازم يكون بكميات محدودة. طب احنا بقى ممكن نجهزه ازاي؟ ممكن نستخدم آلة فشار، حلة وزيت ما يضرش، ممكن نستخدمه في الميكرويف طبق ويعني نحط فيه ميه وملح بقى ويتسوى كده. وممكن كمان نستخدم كيس الفشار في الميكرويف، بس ده ما يعتبرش احسن حاجه لانه ممكن يحتوي على زيوت مهدرجه وفي مواد كيميائيه زي مثلا ثنائي الاسيتيل، كمان ماده حنت البيروفلوروكتانويك اللي هي بتضرك في حاجات كتيره، منها انها ممكن تسبب لك نقص انتباه واحنا اصلا مش ناقصين. فوائد الفشار الحقيقيه بقى: بيخلص قبل ما الفيلم يبدا، يمسك في اسنانك، بيهرب بالحله وبيلزق برضو في الحله، بس بالرغم من ده كله فاحنا برضو بنحب الفشار.